انا متراقبه. دي كلمه واحده من البنات بعتتها لي وبتقول لي ان بعد ما صاحبتها استخدمت الموبايل بتاعها حوالي 10 دقائق بدات تشوف علامات غريبه. الحقيقه ان دي بعض علامات قويه بتاكد ان موبايلك ممكن يكون فيه حاجه مش مظبوطه، ولكن عشان نتاكد لو في حد بيتجسس عليكي ولا لا محتاجين نعمل فحص شامل. انا شخصيا هعتمد على التطبيق ده دلوقتي. ده اسم التطبيق ودي صورته، وكمان هسيب لك اللينك في صفحتي الشخصيه. بعد ما تثبت التطبيق اتاكد انك تديله كل الاذونات. دلوقتي نروح للتطبيق نفسه ونعمل فحص. عندك نوعين من الفحص، سواء فحص للتطبيقات بس او فحص شامل لكل الموبايل بما فيهم الملفات. اختار الانسب بالنسبه لك وبعدين ابداي اعملي فحص. هيبدا يجيب لك قائمه بالحاجات اللي في منها تهديد، يعني مثلا ممكن ناس تحمل تطبيقات معدله دي في منها شويه خطوره، وفي مثلا تطبيقات للتجسس تم اكتشافها هتظهر لك مع كلمه تحذير. ما تستغربيش خالص او ما تستغربش خالص لو لقيت بعض التطبيقات دي متسميه باسم واي فاي هيلبر او حتى باسم معين لنظام الاندرويد. المهم ان بعد ده كله بلاش تدي موبايلك لاي حد كده والسلام، حتى لو كان حد من صحابك، لان ما بقاش في حاجه مضمونه الايام دي. وشير الفيديو ده مع غيرك عشان هو كمان يعرف اذا في حد بيتجسس على موبايله ولا لا.